السلام عليكم. تنتمنى دائما نلقاكم وانتم في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم اليوم واحد الوصفه اللي جربتها هكذا بطريقه مبتكره دائما، جات رائعه. سبق حضرت لكم الكلاص بشكل قبه، وكانت كان بالشوكولات بهاد المكسرات بحال هكذا، لكن كان اسود. هذا واحد الكلاصاج اللي درتو رائع، بدون جيلاتين، بدون حتى حاجه، بدون ملونات، وكانت نتيجه رائعه. فما ترددش نصور الوصفه ونشاركها معكم. دائما ما تنساوش الضغط على زر لايك هكذا باش يتشاف الفيديو اكثر ويوصل عدد كبير من الاخوات. شكرا لكم، نخليكم على بركه الله مع المكونات، وتنأكد عليكم وصفه حصريه وما دايراش في يوتيوب، تنتمنى تعتمدوها، رائعه جدا. نخليكم على بركه الله مع المكونات. غادي نحتاجو دائما مكونات اللي تكون بسيطه وفي المتناول. نصف لتر ديال الحليب اللي غادي يكون بارد حتى قرب يتجمد، علبة ديال لاموس بنكهة الفانيليا فئة 110 غرام، ممكن تعوضوها بعلبة ديال شونتين فئة 100 غرام. هنا عندي واحد الفلون بنكهة الكراميل من فئة 50 غرام، تقلو غير السكر، ممكن تستعملوا الحجم الصغير وتضيفوا السكر حسب الذوق. هنا انا ما غاديش نضيف السكر نهائيا لان كل المكونات عندي حلوة. وغادي نضيف واحد العلبة ديال ديسير بالكراميل، ممكن تستعملوا هذه اللي استعملت ديال 2 دراهم، الحجم ديالها كبير، او تستعملوا 2 علب اللي كل علبة تدير درهم واحد. كل شيء غادي يكون بارد حتى داك الاناء فاش غادي نطربو، كذلك هذيك الطراب اللي غادي نطربو به، كل شيء كان في المجمد، لاموس وكل شيء، باش تحصلوا على واحد القوام اللي كثيف. وتبعوا نصائح، راه تيجي واحد الكلاص اللي رائع، تعتمدوا المناسبات ديالكم، وكذلك في الايام العاديه. دابا راه الجو الصيفي، غادي ان شاء الله تحضروه وغادي ينفعكم بزاف. والشكل ممكن ديروا اي شكل بغيتو، ولا درتوا هذا الشكل اكيد مميز جدا، تيليق هكذا المناسبات. غادي نطرب اما في الطراب ديال العجانه الا توفرت، او الطراب الكهربائي العادي. ضروري من الطراب الكهربائي تنأكد باش تحصلوا على واحد الكثافه اللي زوينه في الخليط. غادي ناخذ واحد البول هكذا، اما ديال الزاج او البلاستيك او الانوكس، اللي بحالو كنت حضرت معكم نفس الوصفه تقريبا لكن بكلاصاج مغاير ديال الشوكولات او الشوكولاته السوداء. الا توفر، لكن ماشي ضروري. شوفوا، ممكن تستعملوا غير هادو ديال البلاستيك او ديال الزاج اللي كان دهنتو بواحد شويه ديال زيت المائده اللي هي زيت الطبخ، باش هكذا الا درت هاد البلاستيك ما غاديش يبدا يتهز من بلاصتو ويخسر ليا الوصفه. غلفتو هكذا مزيان، وطربت الخليط واحد المده ديال من 6 حتى ل 7 او حتى ل 8 دقائق حسب السرعه ديال الطراب، ممكن كذلك حتى ل 10 ديال الدقائق. لكن ما تطربوش ثاني حتى توقف هاد لاموس بزاف، يكون بحال هاد الشكل هذا، ماشي بحال الرغوه لكن كريمي كيف تشوفوا معايا. ضروري هاد القوام باش الكلاص ما تيجيش تاني داك الكلاص قاصح وتيجي رطب بحال اللي تنشريو. هنا ضروري ما تنضيف دائما الكلاص بعد المكسرات، تيجي ديك القرمشه، تتجي عفوا ديك القرمشه زوينه فاش نتناولوا شي حاجه هكذا بارده. درت لي بيبي دو شوكولا اللي هي حبيبات الشكلاط، ودرت واحد شويه ديال اللوز اللي كان محمر، لوز كونكاسي، ممكن كاوكاو اللي تيكون محمر، كذلك ممكن ديروا لوز بقشور وهكذا محمر وتهرمشوا حسب اللي توفر. كذلك ممكن تضيفوا شويه ديال العنب المجفف اللي هو الزبيب، راه تيجي زوين في الكلاص، غير غسلوه من قبل باش يرطب شويه وديروه في الكلاص. هنا تيجيني داك الخليط قد مع هذا الاناء هذا، راه كبير هذا الاناء هذا. ان شاء الله غادي نعبروا مزيان هكذا، ونحط لكم القياس في صندوق الوصف، شحال فيه في العلو وشحال فيه كذلك في القطر ديال هاد الدائره هذه. ضروري ما تندير هاد العمليه هذه، تنضرب شويه بهذا الخليط باش ما تيكونوش دوك الحفار في وسط الكلاص، ما تيكونش متقب، وتيكون هكذا متماسك وزوين في التقديم. غادي نساويه بحال هذا الشكل، وغادي نخليه في الفريغو مده ديال 8 حتى 10 ديال الدقائق حتى تيتماسك بحال هذا الشكل هذا. غير باش الا غطيته بالبلاستيك الغذائي ما يبقاش يتهز داك لاكريم هكذا ونخسر كاع الشكل ديال المول. المهم يبقى هكذا مرتب. حطيته 10 دقائق في الفريغو وخرجته وغطيته مزيان باش ما ياخذش روائح المطبخ، عفوا روائح الثلاجه، ودخلته ليله كامله. الا ما عندكمش الوقت، على الاقل 6 حتى 7 ديال الساعات. من بعد ما تجمد في الغد، هنا خديت 130 غرام ديال الشكلاط، تقريبا واحد 16 قطعه بحال هكذا. المهم 130 غرام ديال الشوكولاط العادي، الشوكولاط الابيض، وذوبته بدون اي اضافه لا زبده ولا زيت، وضفت ليه واحد العلبه ديسير بالكراميل، الحجم ديالها كبير، ديال 2 دراهم، ممكن 2 علب صغار.
وحركت مزيان مزيان. الاضافه اللي غادي نضيف واللي اول مره تنضيفها لهذا الكلاصاج اللي سبق حضرت لكم في واحد الطورطه تظهر لكم دابا في الصوره اللي رائعه واعتمدتوه ويعجبكم بزاف، هو هذا الحليب البارد عادي في حاره المطبخ تنضيف. علاش؟ باش الا درت هذا الكلاصاج فوق الكلاص ما غاديش يجمد ليا وغادي يعطيني واحد يبدا يتكتل هكذا غير في بلاصه واحده. انا بغيتو يسيح على الكلاص باش يعطيني بحال الشكل ديال الكلاصاج تنحضرو بالجيلاتين. المهم دائما مكونات بسيطه تنشارك معكم، شي حاجه تنجربها وتتعجبني وضروري ما تنتقاسمها معكم. نفرضوا داك الكلاصاج ديال الشوكولاط هكذا عقاد، غادي ترجعوه في حمام مائي وتحركوه مزيان وغادي يرجع هكذا سائل. هنا فاش خرجت الكلاص للامانه درتو في واحد الاناء اللي فيه الماء دافي، غير واحد جوج دقائق ما كاملاش، باش الا هكذا بغيت نديمو ليه تيديمو له بسهوله. داكشي علاش شفتو الكلاص بحال بدا غادي بحال بغى يذوب، لكن راه غير حيت حطيتو في الماء دافي باش نزول المول بسهوله. بالنسبه لهاد الكلاص الا حطيتوه في الطاوله في الطبله ديالكم هكذا في مائده التقديم راه ماشي ما تيذوبش بسهوله لان فيه لاموس. هنا خديت واحد شويه ديال اللوز كونكاسي، ممكن كاوكاو او تخلطوا كاوكاو مع اللوز حسب اللي توفر، ودرتو في هذاك الكلاصاج بالشوكولاط اللي ضفت ليه واحد 50 مليلتر ديال الحليب، تقريبا واحد 4 كاس ديال العنبه. ضيفوا وبداو تشوفوا القوام اللي بغيتو حتى تحصلوا على القوام اللي شفتوا معايا. وغادي نسقي هذا الكلاص بهذا الشكل. بنقول لكمش المنظر ديالو تيجي هائل بزاف. اللي شافوا غادي يسولكم واش درتو فيه الجيلاتين في هذا الكلاصاج ولا اش من نوع ديال الكلاصاج اللي درتو. صدقوني تيحمق في الشكل والمذاق رائع رائع. ودوك داك الحليب هكذا اللي عطى واحد الخفه. صافي هنايا كملته، غادي ندخلو المجمد واحد 20 دقيقه او اكثر حسب الوقت اللي عندكم. من بعد غادي هكا كيف تنقولوا نتولوا هذا الكلاص، نقادوا ليه الجوانب وغادي نحيدو بكل سهوله ونحطو في طبق التقديم. ممكن تحطوا حداه هكذا فواكه اللي مشكله اللي بغيتو. انا درت لكم غير الوصفه هكذا وانتم تفننوا. الكلاص غادي يبقى لكم في الثلاجه من اسبوع حتى ل10 ايام. تقطعوا هكذا الطريفات اللي بغيتو راه ما تيوقع ليه حتى حاجه. الشكل ديالو رائع رائع، كذلك هذاك اللون اللي كاين في الكلاص لداخل زوين بزاف. انا اختاريت نزينو غير بواحد شويه ديال اللوز كذلك من الجوانب. ودائما الا بغينا نقدموا الكلاص تناخذوه تنجبدو عفوا تنقطعوه وتنخليوه على الاقل واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق عاد تنقدموه لانه تيكون مجمد بزاف. ضروري ما تنخليوه تياخذ داك الشك داك القوام الكريمي عاد تنقدموه تيكون شي شويه بحال اللي تناخذو تماما من المحلات. تيكون كريمي ما تيكونش تاني مجمد بحال الثلج. شوفوا معايا اللون من الداخل تيحمق. الا شكرت لكم شي حاجه غير نوضوا جربوها راه رائع وتيجي اقتصادي. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا لي ما تنتوفروش على لاموس ولا على الشونتي في بعض الدول، فغادي تعوضوه بنصف لتر ديال الكريمه السائله اللي غادي تطربوا وغادي تضيفوا ليها نفس المكونات. الا ما بغيتوش تضيفوا الفلون غادي تضيفوا الحليب المركز بنكهه الكراميل، العلبه ديال ديسير كراميل. الا توفروا هاد المكونات ودرتوهم فغتحصلوا على نتيجه تكون ممتازه. المهم تنقدم لكم جميع البدائل اللي ممكن تطرحوا عليا هكذا في التعليقات. دائما تنحاول نتقاسم معكم حاجات اللي مميزه اللي ما غادي تكونش هكذا هكذا غير كوبي كولي على اليوتيوب. تتمنى تعتمدوا الوصفه اللي رائعه جدا. الا حطيتوها فوق المائده ديالكم تاكدوا انكم حطيتوا شي حاجه اللي تتحمر الوجه. تنتمنى لكم دائما اوقات ممتعه، ما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم. بسلام عليكم.